أو غادرت الدكتورة آلاء النجار منزلها لكي تباشر عملها في مستشفى ناصر، وهي لم تكن تعلم أنها ستكون المرة الأخيرة التي تودع فيها 9 من أطفالها 10. طبيبة الأطفال هذه قد أمضت حياتها تنقذ أرواح الأطفال، وقد تحولت اليوم إلى أم كثلة. اضطرت أن تتعرف على جثث أبنائها وبناتها المتفحمة. هذه الجثث التي وصلت إلى المستشفى وأوصلها زملاؤها تعرفت عليهم في الممرات التي كانت فيها تعطي الأمل للآخرين. أولاد الدكتورة نجار لهم أسماء: يحيى، ركان، رسلان، جبران، إيف، ريفان، سيدين، لقمان، وسيدرا. كلهم قد قتلوا. الأكبر سناً كان بعمر 12، والأصغر لم يتعدى الأشهر 6. هؤلاء هم الأطفال، أولادها. لم يكونوا أفراداً من مركز قيادة حماس. وفي الوقت الذي دفنت فيه الدكتورة نجار أطفالها، هذه هي الدكتورة نجار. إذن بينما كانت الدكتورة نجار تدفن أولادها، كان زوجها حمدي ما زال في حالة الكوما، وابنها آدم البالغ من العمر 10 سنوات مصاب بجروح خطيرة ويرقد في المستشفى، ونأمل أن يبقى على قيد الحياة. إذا ما استفاق حمدي، ما الذي ستقوله له؟ وعندما يسأل آدم عن إخوته وأخواته،